عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. كنتمنى انكم تبارطاجيو الاخوان مع الاصدقاء ديالكم. كنتمنى انكم تفاعلوا معنا في القناه. كنتمنى بزاف ديال الحوايج الاخوان انكم ديروهم. منهم خصكم تفاعلوا الاخوان. صراحه الله الاخوان، في هذا الفيديو هذا، في هذا المقطع هذا، غادي نهضروا على اخر التطورات بخصوص الفيضانات. الله يرحمنا خوتي ويرحمكم بحاجه زوينه. الله يرحمنا ويعطينا الشتاء على قد نفع الاخوان. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله نتلاقاو باش نهضروا على الفيضانات. اخواني في الله، صراحه الله، الا نرجع بكم شويه اللور، الشركه ديال ليديكا الاخوان انا غادي نهضروا عليها اليوم في هذا الفيديو هذا. غادي نهضروا على هاد الناس هادو اللي صراحه الله شفنا بزاف ديال الفيديوهات كينتقدوهم. اذا حسب موقع اخبارنا دوت كوم، كان واحد اللقاء ما بين المسؤولين، مخرجات اللقاء الذي جمع بين المسؤولين وشركة ليديك بخصوص فيضانات الدار البيضاء. عقدت لجنة المراقبة المرافق العمومية وممتلكات وخدمات التابعة لجماعة الدار البيضاء يوم جمعة اجتماعا خصص لتدارس أثار التساقطات المطرية الأخيرة وتقييم أضرار التي خلفتها بعد أحياء بالمدينة. وقال رئيس اللجنة أحمد بن بوجيدة في تصريح للصحافة إن هذا اللقاء شكل مناسبة للوقوف على مختلف الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية القوية والتي تهاطلت على المدينة وتحديد مواقع وبنيات التحتية المتضررة. إخواني في الله، شفنا بزاف ديال الفيديوهات الإخوان في مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا بزاف ديال الحاجات الإخوان اللي صراحة الله ثارت الانتباه ديالنا منها. يعني المرأة اللي كانت كتبكي الإخوان، بزاف ديال الخوف كانوا في الناس. احنا في هاد الفيديوهات هادو كنبغيو نوصلوا لكم، كنبغيو الاخوان نوصلوا لكم واحد القضيه هذه خصكم تعرفوها، اننا في هاد الفيديوهات اللي كنديروهم حنا كنقراو عليكم الخبر، وانتم خوتي كتحاولوا انكم تجاريوا الخبر، انكم تجيغيوا الخبر، وانكم تكونوا على يقظه مع الخبر. اذا نكمل لكم اخوتي المقطع. واضاف انه تم خلال هذا الاجتماع تقييم مدى وفاء شركه ليديك بالتزاماتها التعاقديه على مستوى مقاطعات التابعه لجماعه واجراءات المتخذه لتقييم الخسائر والاضرار الناتجه ذات الصله. واكدت ان اللجنه بحثت عن مسؤولي شركة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير قطاع التطهير السائل والماء والكهرباء والإنارة العمومية والتزامات الشركة المحددة في عقد تدبير مفوض الذي يجمعها مع الجماعة الدار البيضاء، وذلك من أجل تفادي مشكل الفيضانات. مشكل دابا إخوان عندنا شنو هو؟ في هاد 2021 سبحان الله العلي العظيم، هاد السنة المباركة اللي غادي تعرف تطورات هائلة بخصوص مدينة الدار البيضاء، المدينة الكبرى. دابا حاليا الإخوان راه شفنا مقاطع فيديو تم التداول ديالها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي. شفنا المغاربة خوتي كيعلقوا، شفنا بزاف ديال التعاليق اللي صراحة الله انهالت على هاد الشركة. ومن جانبه قال مدير العام لشركة ليديك جان باسكال داري في تصريح مماثل أن هذا الاجتماع يأتي للبحث أثار التساقطات المطرية القياسية التي تهاطلت على المدينة خلال أيام الثلاثة الأخيرة، وإطلاع المنتخبين واللجنة المخصصة الوضعية الحالية بعد مواقع وتقييم الأضرار. الناس إخوان صراحة الله في هاد الفيديوهات هادو اللي كنديرو حنا غادي نعاودو نقولها لكم، وقبل ما نبدا لكم اخوتي الفيديو نعاود نهضر معكم، كنبغي نوجه واحد النداء الاخوان لكم نتوما اللي كتسمعوا الفيديوهات. اخواني في الله، حاولوا كل ما امكن انكم تكونوا يقظين في هذه المرحله هذه، حيت حنا دابا حاليا كنمروا في مرحله شويه صعيبه. انسان خصو يعرف فين يحط رجليه، ربما تلقى شي حفره، ربما تلقى شي روكار، ربما تلقى شي مشكل اللي يسبب لك واحد الاعاقه دائمه في الحياه ديالك.
حاول كل ما امكن انك يعني قبل ما تخطى شي خطوه دير شي عصا او شي عود او شي حاجه، حاول انه تعرف به الطريق. اخواني في الله، كنعاود نقولها وكنعاود نصرح بها، بارطاجيوا الاخوان مع الاصدقاء ديالكم. صراحه الله يعني خفنا عليكم بزاف، وكنتمناو انكم تكونوا في صحه جيده، وبارطاجيوا الاخوان معكم هذا الفيديو هذا. والسلام عليكم ورحمه الله.